السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل الكشري المصري اللي كلنا بنحبه، كبير وصغير، كلنا بنعشق حاجة اسمها الكشري المصري. اول حاجة هعملها من المطبخ نهلة البصل، هقطعه شرايح كده زي ما انتوا شايفين حلقات، وهنحطها فيها الزيت ومعلقة ملح. الملح ده بيخليه ينشف، عشان ينشف ما يبقاش طري في الزيت ويتحمر بسرعة في نفس الوقت. كده انا بحمر البصل، وهي بعد ما حمرتها شايفين اللون بتاعها حلو جدا، هو ده اللون اللي انا محتاجاه للكشري. بعد كده هنشيله من الزيت على ورق مناديل بتاعه المطبخ عشان الزيت يتشرب منها وما بتبقاش فيها زيت، وهتبقى ناشفه برضو. انا هوريكم دلوقتي وهسمعكم الصوت بتاع الخرفشه بتاعه البصل، وازاي ان هو ناشف وحلو ومقرمش. سامعين؟ ايه رأيكم؟ بعد كده هروح احمر الشعرية. هنحمر الشعرية، بس انا هكون نقعة العدس مدة ساعة في مية سخنة، المية مغلية. تسخنوا مية في الكتل وتحطوها على العدس اللي انتوا هتعملوه، وتسيبوها لحد ما تحمروا الشعرية، تحمروا البصل. بعد كده الرز ده بعمله في اخر خطوة، علشان يعني بحب ان هو يبقى سخن كده مع الصلصة والدقة اللي انا بعملها. انا كده بحمر الشعرية، وعايزة احمرها تبقى لونها غامق شوية، مش لونها يعني مش ذهبي، لا عايزة تبقى لونها بني مش ذهبي. وشعرية يا ريت بقى لما تبقى كتيرة كده شوية، تدي طعم حلو جدا للكشري وتبقى باينة فيه. كده انا حمرت الشعرية بالزيت اللي انا حمرت فيه البصل، علشان كده انا عملت البصل اول حاجة. الزيت بتاع البصل ده احنا مش هنرميه، احنا هنستخدمه في كل حاجة، يعني ما تقلقوش. يعني الزيت ده هو صحيح البصل بياخد كمية زيت كبيرة، بس احنا ما بنرميش البصل ده. الزيت ده زيت البصل بحطه على بحمر بيه الشعرية، وبحطه على الصلصة بتاعت الكشري، وبحطه وبعمل بيه الدقة. شفت استخدمته قد ايه في 3 حاجات. وبعد كده اهو الشعرية اتحمرت بقى لونها واللون البني زي ما قلت لكم. هحطها على العدس اللي كنت نقعاه في ميه مغليه، ما بسخنوش وما بسويهوش، هو كده بغلي له ميه بس، وبحط فيها لمده نص ساعه او ساعه الا ربع كده. وبعد كده حطيت الرز قلبتهم مع بعض، وحطيت كمون، معلقتين كمون كبيره كده حلوين، والملح طبعا. وحطيت تكه كده فيها قطعت فيها حلقات من الثوم. الحلقات الثوم دي بتدي نكهة للكشري حلوة جدا، طبعا مع الزيت بتاع البصل حاجة كده اخر جمال. وقلبته، وبعد كده اهو حطيته مية، وهغطيه وهروح اعمل الدقة بقى دي كلنا طبعا عارفينها، هي عبارة عن توم كتير، يعني راس تومة كبيرة، وهنفرمها. هنحط لها ملح وكمون بس، وخل وليمون. هنقطع 3 ليمونات كده نعصرهم ونحطها عليها، تمام. ونزودها مية ايه مغلية او مية دافية، مش مشكلة اي حاجة. يعني هي الدقة مش شرط ان هي تبقى سخنة، يعني انا بحط لها مية عادية من الحنفية. هنا بقى اروح الكشري، بصوا استوى ازاي، حاجة كده جميلة جدا. بصوا شايفين الشكل اهو. انا طبعا مش عاملاه الحله الواحده ده، احنا ما بيعجبناش بصراحه. انا بحب الكشري اللي هو كل حاجته كده لوحدها. الدقه بقى اللي هي الشطه اللي هي بيقولوا عليها شطه زيت، نعملها بزيت البصل برضو اللي انا قلت لكم عليه، وهحط عليه شطه كتيره حسب الكميه اللي انتي بتحبيها. انت تحبيه حراق قوي زودي الشطه، بتحبيه نص نص يعني الشطه قليله. واديني بعد ما حمرته وتحسي كده ان انتي بدأتي تكحي منه، حطي معلقتين صلصة كبار من الصلصة بتاعت الكشري اللي انتي بتسبكيها. وبعد كده نحط معلقة صلصة عادية
ومعلقه هريسه الفلفل اللي احنا كنا عاملينها، وده فصين توم صغيرين بس. هو ده اللي هنعمله في الدقه بتاعه شطه الزيت وشويه ميه. تمام. جينا بقى دولت الزيت اللي اتبقى من البصل، هعمل بيه ايه؟ هجيب المكرونه اللي انا سلقتها بتاعه الكشري وهحطها عليها. بعد ما احطها عليها هفضل اقلب فيها اهي، شايفين؟ عشان تبقى بتلمع ما تبقاش مطفيه. انا ما بحبش احط الزيت في المكرونه وهي بتغلي، بحب احطها مع بحب اقلبها مع الزيت بتاع البصل، عشان برضو البصل نفس الوضع ياخد النكهه، المكرونه تاخد النكهه بتاعه البصل. اهو قلبتها وحطيت معلقه ملح عليهم، وقدمت الكشري مع الدقه والصلصه، وادي هي شطه الزيت، وادي البصل ورد مش بصل. وبالهنا والشفا من مطبخ نهلة، يا رب يعجبكم. باي باي.